السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح النشر، صباح العطارة وجمهورية فرد الحمام. النهارده الجزء الثالث من جوايا بلدنا. معانا الغاوي الكبير أستاذ شريف حسني. نور الدنيا حاج. حبيبي عامل ايه؟ تمام. الحمد لله بخير. ايه الأخبار؟ اهو تمام. انت عايز تتكلم على ايه بقى؟ احنا عاملين أيوة، السلسلة دي بنفيد الناس وبنرجع الحاجات القديمة بتاعت زمان. عن ايه؟ عن النش يعني؟ عن النش، عن جمهورية فرد الحمام، عن الفرد، عن كل حاجة حلوة انت اقول لك على شفتها. حاجه. الحمام جامد دي بتبقى جامده عندك انت عارفها. تمام. او عند حد مثلا عارف اهاليها ايه وعارف مثلا الديكورة دي بتاعتها ايه. بس دي اعتبرها 50% 40%. 50% 40%. 40%. الباقي ده عندنا. الباقي ده كف الغاوي. كف الغاوي. تمام. خد بالك انا عايز اعمل حمام. خد بالك عملت غاية عايز اعمل حمام. عايز انش. ايه هي المش عشان اوصل فرد حمام من هو زغلول لحد ما لحد ما يبات لحد ما ارميه تماس لحد ما هو تماس يعني في خش بيه ضل. اهو بالك ديت ما بتبقاش ما بين يوم وليله ولا شهر ولا سنه ولا جديد ولا ثلاثه. تمام. لازم امشي بقى مع اصول. مش فرد الحمام واحد يعني. لا، مع الشوية اللي ربنا كريم. يعني مثلا ايه اللي انا في نظريتي انا عشان يبقى عندي حمام كتير ويسمعوا معايا خد بالك حمامتين صح. اول حاجه الصبر خد بالك والامكانيات. الصبر والامكانيات. الصبر والامكانيات. تمام. لان انا ممكن اجيب طريقه زغاليل 50 زغلول صح؟ صح. اجيبهم دول من بره ولا فارخهم؟ فارخهم بقى اجيبهم من بره. تمام. خد بالك اهم حاجه طبعا الاحسن ان حاجه تبقى بتاعتي انا طبعا من تحت ايدي. فارخ. احسن من ان انا اشتري حاجتي وانا عارف. حاجتي برد حمام بتاعي ابني خد بالك وعارف اهاليه وعارف حدوده وعارف هو رايح فين وجاي منين. تمام. خد بالك هيضيع اللي هيضيع هيموت اللي هيموت لان مفيش غاوي ما بيتمسكوش حمام. لا كله بيتمسك له، بس محدش يجي يقول لك انا اتمسكت. خد بالك الحمام اللي يمسك يمسك. صح. وانت الثمن عاملها الجميل. ليه؟ الثمن الجميل. ما هو انت عاملها ليه؟ انا مش همسك عشان على يمسك طول. حمام واللي بيمسك حمام ده ما بيتمسكوش اكيد حمام. بيتمسك. الغاوي اللي يقول لك انا ما تضربنيش شر ده حمام اقول له انت كذاب. كذاب ده. كله بيتمسك له وبيمسك. خد بالك بس ايه الحريف بقى يدور على اقل نسبه خسائر. يتفادى بقى الكلام ده، يحاول يقلل من خسائره. ده بتفتح لفرد حمام باب وكده انت ضامن ان هو يرجع لك؟ مش ضامن. مش هتضمن. صح. ممكن صقر يروح معلقه. خلاص. صح. بس فرد الحمام بقى اللي مثلا لو بقاله 5 سنين الفترة دي ما بيقعدش معايا خدمة دلوقتي زي اللي انا مطلعه مثلا بقاله سنة. ليه اللي بقى؟ هو خده وهو زغلول صغير ضرب منك وهو كبير. يعني مثلا انا الاولى بتاعتي بقى لها 5 سنين. انا بقول لك ايه وهو زغلول صغير انت صنعته بدري بدري خليته خد ما يكبر هتضرب. خلاص. استعجلت عليه. استعجلت عليه قاعد عندك سنه واثنين وثلاثه وكل حمام عتره ومش عارف ايه. واخد بالك ممكن ربع سنه يتضرب منك. بس صح. في حمام لا بتكلم ان في بتحصل دي. بس في حمام كتير يعني اولاد كتير عند معظم الناس وكلموني في القصه دي. عندهم مثلا اولى بقى لها 4 سنين 3 سنين 5 سنين. حمام كبير. تمام. وبات كذا مره يعني بات كذا مره واتضرب اما كده. بيتضرب بقى لما بيكبر من الحمام اللي لسه بقى له سنه. وانا ما اجيبش فرد حمام واخد بالك عمره سنه بيجري في جهد واروح حاطط معاه حمام بقاله 3 4 سنين وعايزه بعد يروحوا ياخدوا. في فرق في العمر. اللي هيتقطع بيه الشاب هيجي الكبير لو اتقطع بيه نفسه بيقصر هيتضرب. يعني كده غاوي حريف حياته. دماغه اتمخولت. مش دماغه جهده خلاص. دي مع عامل برضه. ما تنساش ان في فرد حمام واخد بالك مجرد ما شخور بيبقى طول النهار
واقف في الباب يطلع على الظهر يفضل ده يعيط. مجهود يفضل يعيط. ده مجهود، ده نفسه. ايوه مش كده؟ ايوه صح. انا جبت طريقه صغيرين خوتها كلها مع بعض سوقته افضل الرؤوس تمام. جو يتغير برميهم الساعة 6 هيخش عليا وقت هرميهم الساعة 9 يخش عليا وقت هرميهم الساعة 12 حسب تغيرات الجو. حسب تغيير الجو كل ما برد عمل يكبر كل ما برد عمل يبان. لازم ميعاده بيتغير. برد حمام برميه مثلا ضواحي. مش هتقعد ترميه لحد ما يبقى عمره سنة. لا واخد بالك؟ هنتقدم مع الصراع. يجي عليه فترة واخد بالك يبقى عليه امتنان مثلا. تمام. عليه امتنان ده ها خف ايد عنه. خف ايد عن عليه. خف ايد عنه. تمام. ده حلو قوي. يطلع الظهر وينزل يقوم ياخد تاني. بجيب لك الكاميرا اهي. عايز اقفل عليه بقى لما يبقى عليه الصمايم. يبقى عليه 2 مثلا اروح قافل عليه. لا استنى. مثلا ايه عليه رشتين رمى واحدة ابتدى يصب حط الباب وقافل عليه. بس أنا برد حمام ده برد حمام اللي أنا استجدعه اللي هو يطلع معايا جدع. اللي أنا أحس إن هو هيمشي معايا وهيقاوم وهيقول. واخد بالك؟ تمام. مش أي برد حمام. ايوه. هو ممكن برد حمام خايب يبوظ برد حمام جدع. ويبقى خلاص بوظ لي الحمام. صح صح؟ صح. هنقي منهم كام واحدة عملت 30 واحدة. واخد بالك؟ بقى عليهم ريش وحايد واتنينات استجدع اللي فيهم 15 20 10. واخد بالك؟ مديهم بان وانا بديهم بان بعمل حمام تاني قبليهم اللي هي الطريقة التانية بقى. صح. عشان دي اللي هتقدم بقى بعد كده عصر. وده يبقى دول بقى دول بدول. لا ما هو دول هيطلعوا تاني وانت فكرك انت دول ما يخلصوا صبايم انت هتخش بيهم ترميهم على الصبح. لا طبعا هبقى ماشي بيهم عصر. هترميهم الصبح تاني. الصبح ايوه. والزغاليل الصغيره دي يطلعوا وينزلوا عليهم قرارين في الارض. الصبح تاني لوحديهم يجوا يفطروا الساعه ساعه ونص حسب جهدهم او حسب دماغك انت معاهم. جم حطوا اتقفل عليهم الكلب وما يشوفوش السما تاني. خلاص تمام. وصل قفل عليهم بقى خلاص. ايوه. الساعة ساعة ونص بتوعهم قفل عليهم. ده حمام كبر دخلت بيه عصراوي هعمل نفس القصة معاهم على أول الشتاء. واخد بالك معايا حمامتين جاهزين برضك بيترموا عصراوي قافل عليهم واقعد اتفرج على التماس لحد ما الناس تخلص التماس بتاعهم. لو ما عنديش حمام برمي ده الاصول. لو ما عنديش حمام بفضل اتفرج. هتفرج هتكيف اكتر. صح. مين ده عمل ايه مع ده؟ مين ضحك على التاني؟ صدقوني والله انا اما اقعد كده على السطح اتفرج على نهش تماس الغول قدامي هيبقى دمه محروق وعينه هنا وعينه هنا وهنا وهنا. انا لكن انا قاعد بتفرج ومولع سيجاره وبتفرج وبشوف نتيجه الماتش في الاخر. ايوه صح. ده عمل ايه وده عمل ايه وغير كده بعرف ده عنده ايه وده عنده ايه وانا لسه حمامي بيجهز. مش هروح مستعجل عليهم ولا عندي 20 واحده ولا 30 واحده. واخد بالك برميهم اروح داخل بيهم ضلمه هيترقعوا كلهم على اخر الضلمه. مع السلامه. ما عديش غير 4 5 خلصوا اللي هم عرفوا يرجعوا. صح مش كده؟ صح. لا ايوه لازم. ايوه لازم برضو تفيد الناس برضو يا عم شريف. قبل الصبح عملت زغاريد رميتها اتحدت جريوا خدت مزاجي منهم. جم حط يا حمام مصاطبهم اتقبل عليهم بقى عليهم اتنينات. خد بالك حتى لو فيهم طواير طول ما الطواير بتتفتح عليها ما تزوفش. تمام. يعني الطائر بيتفتح عليها طايره مع الحمام خلاص. اول ما تزوف تنزل بلاش ان تقعد فوق. هتزوف بقى هرميها بمصطبه هنزلها السلاكه لو ظهرت كشف.
كشفت انها طير. برشت معايا مثلا على الظهر خلاص انتهي. بقى منهم. في ناس كانت بترمي نتي. ما هو اللي بيرمي نتي دوت اغلب حمامهم بيشخر. بابا كله فوق دماغه. حمامتين ما بيمشوش اصلا. لا في حمام بيشخر وبيجري وبيطير وكل حاجه. وغير ايوه حتى لو جري بيبقى مشخر. بس بيحصل معاه ايه؟ انا قلت لك بيفضل واقف بالباب ايوه واخد جهد. جهده بيقل. صح. يطلع بره نفسه بيتقطع مع غاوي حريم قطع له نفسه. خلاص انزل فلس فرد الحمام مني. واجي ارجع اقول الفرد الحمام اتضرب ليه؟ ودي مضروب من الغاوي، غلطة غاوي. صح. جري عصاري. خدت مثلا في الميعاد بتاع الساعة 2:30 ده بتاع 3 خد بالك رميت دخلت عليا الساعة 4 حمام نزل خلاص جري وعمل مشواره تمام وقبلت عليه وقاعد انا بتفرج على المشي. تمام. ايوه لحد ما نجهز لحد ما نجهز بقى اشوف دنيتي فيها ايه. رجعنا بقى خلص الشتاء حمام دخل على الصيد. حمام دخل على صيد حط الجبال قفل عليه طلع بتعامله معاملة فرد حمام بايت سنة واتنين. خلاص كده بقت عندي. بتعامله معاملة فرد حمام بايت سنة واتنين. ما هو مش قلش ورمى ريش. رمى ريش ايوه. وكاسة. خد بالك. تمام. خلص قلش يطلع الشمس بودر يستحمى ويتحدي تاني الصبحية. ده الكلام ده في الصيف. ده بقى الشتاء التاني مش الصيف. الموسم التاني ايوه الجديد. التاني ما هو ماتوا بقى. طلعت الصيف ايوه. عليهم السنة. تمام. هي مش سنة بس احنا بنقول هي عدى عليهم السنة. موسم سنة. وحمام قلش وبتاع. تمام. تيجي ترميهم الصبح بدري تطلع لهم بدري وراح رميهم. الجو بيبقى حلو. الجو بيبقى فيه هوا وبتاع بنقص. هتختار جو كده هادي ورايق. الجو يبقى كويس ترميهم. تمام. هتلاقيهم منهم من نفسيهم اول ما يفكوا نفسيهم الشبابات بتاعت السنة هتجري. هنا بقى عينك بقى. عندك حمام كبير حطه مع الحمام ده. تمام. هتحس بمجهود الشاب عن مجهود فرد الحمام الكبير. هنا بقى تشوف ده مجهوده ايه وده مجهوده ايه. زي بتشوف كده مقارنة قدام عينك. مش كده؟ صح. بتبان كمان. ايوه. كل الرب اولى اربي تانية اجمل من الاولى. التانية بتاعتي تبقى اجمل من الاولى. اجمل من الاولى. اجمل من الاولى بكتير. ليه بقى؟ اقول لك فرد حمام اللي باين ده فرد حمام مخضرم. شاف الضلمه شكلها ايه واتقطع دي مره واثنين وثلاثه وجالك بر بالليل في الكحل ما اتقطعش بيه خالص بس عارف وحافظ الدوره بتاعته ازاي. حافظ بيمشي ازاي وحافظ بيرجع ازاي وحافظ بابه فين. تمام. ده خلاص ده معروف. كتير قوي. ده بيبقى جوه حريف. المغرب بتقول الله اكبر. احنا زمان كنا بنرمي الحمام والمغرب بتقول الله اكبر. فأذان المغرب. ايام زمان برضو كان فتح الاولى. نش كان جامد. الضلمه. تفتح عليها. تفتح لها. هتطلع وهتستركب وبتاع قبل العشاء بشويه كل حمام كنت ورا. خلاص. بس كله نزل طبعا مقفل ضرايبهم. ماشي معاهم. ايوه ده انت ماشي معاهم بقالهم سنه. عشان ترميهم بس. تمام. متعه المشي بالشتاء. بقفل على الحمام بخدمه 4-5 اشهر. واقعد اجرد فيه تاني ومش عارف ايه على الشهرين 3 دول اللي بتمتع فيهم الساعه دي. في سؤال كده كنت عايز اساله لك عم شريف برضو نفيد الناس بيه. النتايه بعد ما بنخلص ريش احنا بنلقيها. النتايه الغزار. ايوه. النتايه الغزار بلقه صفيه حمر غزار صوب غزار اي حمامه غزار لو ما عداش عليها سنه تيجي في نص السنه الثانيه تفلس منك وتبيت حصى بلكي. ايوه. وتقطع حصى وتعطل. لازم بقى اصبر عليها كام شهر في الاخر. السنه. يعني احنا مثلا لو خلصت صمايم قول 8 شهور.
تصبر عليه 4 5 اشهر تاني فيهم حاجه. ما فهمش حاجه، شويه صبر عشان ببص لقدام، ما تجيبليش عصبيلي، صح كده؟ جيب بتاعي خلص عليها صنايم، تروح مديها ذكر، عايز تاخد منها كل 10 ايام جوز حصان. هتتهلك مني حتى لو معايا واحده ستيب، هتتهلك. بتاع الغزار لازم يعدي عليها سنه عشان تطبخها. تقعد سنه وبعد كده ابتدي بقى اشتغل معاها افرخ. بعد كده فكر تطبخها، في الاول ما تحرقهاش. كنت بتخلي انت نتي كتير في الباب، طبعا تقف فتره. البتاع ما كانتش تقف عندي في الباب وتبقر كده زيها زي الدكوره، ملهاش. لا انا اقصد مثلا حتى لو ما لقيتش ذكر مثلا تقليبه كويس على قد النتايه اللي انت جايبها، بتقعدها في هتروح الباب فين اهي؟ بدل ما تلقي ده مع ده. هتروح فين؟ انا اخليه، أو ممكن اديها لواحد مثلا يكون عنده ذكر كويس، خده افرغ ديت، كنا بنعمل مع بعض كده. صح. انا جميل. عندي تيرة كويسه، خدها افرغ اشتغل بيها شهرين 3 وهاتها لي شهرين 3. مشي برضو مع بعض، زمايل برضو مع بعض، مشي الدنيا هنا ومشي الدنيا، هي غير الحمام، غير الحمام حب. صح. لكن دلوقتي بقت قصص تانية وبقى فيها مصطلحات غريبه. حاجات غريبة ايوه بتظهر. خد بالك. بالنسبه للفرخ، انا بقول لك نصيحه لاي غاوي عنده حمامتين وصول، الطيره ما تتركش لما تعدي السنه. اسمع بقى النصيحة دي يا غاوي وركز من عم شريف. الطيره لو اتفرخت قبل كده بتهلك منك، وممكن ممكن تديك حصبه على طول. في حمام كتير بشوفه كده وبيرجع تاني ويفضلوا يتخانقوا هو واصحابه. تهلكتها يا ابني، انت عملت هو الصمايم ديت في حمام بيبقى عليهم ده 5 اشهر وخلاص صمايم. اه في حمام كده بيخلص بسرعة. صح؟ ايوه صح. لا بين لازم كل تعدي ريشه وريشه السنة. 15 يوم وبتاع. لازم تعدي السنه. امال احنا بنقول لك، انا بقول لك انت تفرخ حمام بتاعك انت اللي فرخه، عارف سكته ليه؟ صح. عارف عمره قد عارف ايه؟ عمره واهلي واحد فيه. ثقه، خد بالك صح كده. النش بقى، نرجع للنش. النش ده اجمل حاجه في الغيب. النش. مش هتقول لنا حاجه طبعا التقليب النهارده او الفرخ؟ انت عايز تسال على ايه ولا اقول؟ يعني انا فتح تسأل على إيه؟ السلسله دي عشان برجع ايام زمان. بص يا عم، انا هقول حاجه، اللي عايز ينتقدني فيها واللي عايز يكلمني عليها انا مرحب بيه. زمان ها تمام. بقعد انا كده ساعات على النت بتفرج وبسمع، الناس تيجي يقول لك احنا كنا بنرمي صواب. اه وانا كان عندي 40 صافي طايرين، والغاوي يقاس بالصوابه اللي عنده. صافي شكله ايه؟ زي اللي انتوا بتشوفوهم في المعارض دي دلوقتي؟ كانش فيه صوافه زي دي. كان في كان واجمل من كده، بس ما كانتش بتترمي. اه كانوش بيرموها. ما كانتش بتترمي. البغبغانات القطعه دي كانت بتترمي فوق دماغهم، والبغبغانات القطعه دي جايه من ورا الصوافه العادات، الحمام العادات، استراليات العادات، مش استراليات العاده. العاده حاجه صغيره كده. ابو وش مبحبح وعظم شدق وغريض، جسمه جامد ورق وطويل، ده اللي احنا كنا بنربيه بجميع الوانه، بجميع الضبابيط بتاعته. خد بالك. بغبغانات دي زي ما بيقول انا برمي الصافي بغبغان، اقول له انت كذاب. كانش فيه الكلام ده. كان في بس فوق دي هو جاي من ورا ايه؟ من على ورا العادات. لا عنده طفره من وسط الحمام دوت، رباط الباب، يحطه بباب، تطلع عنده يقول لك بص بقى ده حمام عازب في باب اهو، بص صافي ملوش وش. ده عنده 4 5 وسايبين، بس سايبين ايه؟ بيرميهم اولها؟ لا نرميهم فوق دماغه، لان هو نفسه قصير. اللي مش برشم ده نفسه قصير. لكن العادات دي بمجهودها شديد. هم دول اللي احنا كنا بنربيهم، هم دول اللي احنا كنا بنربيهم. واتخن قواي في مصر كانت بتربي الحمام دوت. واللي يقول لك انا كنت برمي 50 صافي قطعين، قول له انت كذاب. خد بالك. كان بيرمي حمام العادات اللي الناس، في ناس بقى يقول لك ده عاده، ده جاي من ورا استراليات. لا يا حبيبي، ده مش جاي من ورا استراليات، ده اساس البطن بتاعته صافي. اللي هو العادات ده
جده ده صافي. قاطع. صافي قاطع. هو كم مرحلة الصوافة؟ هو صافي قاطع وقاطع كرة. تمام. خد بالك بس. والعادة ما كانش في القاهرة وفي اسكندرية، واخد بالك، وفي البلاد دي كلها كل الغواي والغواي اللي انتوا سمعتوا عنها دي كلها كل حمامهم هم العادية. الحمام العادي. بس العادي. لو يفرق في ايه بقى؟ لو بيحافظ على الطفرة دي. بيربط الباب. الطفرات. محمود عنده التاف فيها طلع طفرة عنده، ولا ذكر طلع طفرة عندي، وانا عندي حاجة زي كده قطع ممكن اخد منه، او انا بصبر لحد ما اعمل حمام دوت واثبته. ثبته. وتبقى هنا الصافي. الصافي ده، هل كل الصافي القاطع بيجيب صافي قاطع زيه؟ لا، بيرمي معاه حمام بعظم مبحبح. خارج. المبحبح ده اللي احنا كنا بنربيه. وايه وننشه. تمام. هو ده اللي احنا كنا بنربيه وبننشه. مصر هنا القاهرة أم الحمام وأم الاتيان، لكن بتوع اسكندرية وبتوع دمنهور اخواتنا 30 سنة هم اللي حفظوا الاتيان دي وعلموها لبعض، لكن احنا عندنا هنا مش حد بيعلم حد. اي حد بيعتمد ولا بيتكلم على الحمام بيقول لك ما لازم يجيب سيره القاهره، لان هنا دي الاساس. يا ابني القاهرة هم الحمام. القاهرة هم الحمام. احنا عندنا أكبر سوق على مستوى العالم للطيور. سوق السيدة عائشة. كله بيجي برضه يعتمد هنا فعلا. من جميع المحافظات يوم الجمعة بتلاقي ناس. صح؟ حصل. مش كده؟ حصل. أكتر من اسكندرية وأكتر من المحلة، مع إن المحلة ده كانت عليها وقت كانت أم الحمام في المحلة، بس إحنا القاهرة تكسب. اسكندرانية حافظوا على الحمام وحافظوا على أسامي الحمام وعلى تياب الحمام وعلى تقليم الحمام. خد بالك؟ وطلعوا برضه بعض. إحنا بقى هنا طلعوا تياب حلوة برضه الاسكندرانية برضه عم شريف. طبعا زمان. ايوه وانا اعترف بكده. طلعوا تياب حلو. ما تقلبش بكده يبقى حمار مؤاخذة. صح. خد بالك؟ صح. احنا هنا الاول زمان كان لما الواحد يروح على الغاوي يفتح له البان كده عشان يجربها على الحمام، يقول له ايه ده؟ الغاوي صاحب الحمام يقول له ايه ده؟ هديك انت شايف فرد حمام برقبه خضراء، فرد حمام برقبه صفراء، فرد حمام صيني. فرد حمام نقش، فرد حمام بزرزر. ايوه. يقول له ايه ده؟ جاوبته يعرف ان انت عارف، ما جاوبتوش يقول لك دوت كذا وبيجي من ورا كذا وبيجي من ورا كذا. يقول لك قصته. ده زمان. فرق ما بين زمان وفي فرق ما بين دلوقتي. واصبح الاتيان الواحد عرفه. صح. خد بالك دلوقتي يعني مع احترامي بتوع اسكندريه يقول لك لا احنا بس اللي نعرف اتيان الحمام واحنا اللي نعرف نركب اتيان الحمام. هم بقى دلوقتي ليه هم بقى؟ عشان هم حافظوا وعلموا بعض وعرفوا بعض الاتياب شكلها ايه. لكن دلوقتي في غاوي يجيب له فرد حمام اقول له تايب فرد الحمام ده ما اعرفش تايب.